تعال اقول لك على 5 اكلات بتدمر القولون. لو بتعاني من انتفاخ او مغص يبقى الفيديو ده ليك، ركز معايا. اول حاجة البقوليات زي الفول والعدس، دي مفيدة طبعا بس بتعمل غازات جامدة وبتتعب القولون خصوصا لو مش متعود عليها. تاني حاجة الأكل المقلي، أي حاجة فيها زيت كتير زي البطاطس المحمرة بتبطئ عملية الهضم وبتزود التقلصات. تالت حاجة المشروبات الغازية، دي بقى بتملى بطنك هوا وانتفاخ طول الوقت. رابع حاجة الأكل الحر والشط، خصوصا لو عندك قولون عصبي فحاول تقلل منهم على قد ما تقدر. خامس حاجة اللبن ومنتجاته، في ناس كتير عندها عدم تحمل لللاكتوز فبيتعبوا من غير ما ياخدوا بالهم. أنا دكتور حسام حسني وبقول لك الحل كل باعتدال وراقب جسمك بيحب إيه وبيتعب من إيه، ولو القولون عندك بيتعب على طول يبقى لازم تظبط أكلك وتراجع دكتور. دمتم بصحة وعافية. تتقوي ده فيروس فيدان.